السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله بخير وعلى خير وبصحه جيده. القاكم ان شاء الله الفيديو ديالي في احسن الاحوال يا ربي. المهم خواتاتي، مرحبا بكم. بالنسبه للناس اللي دخلوا عندي جداد في القناه، مرحبا والف مرحبا. اليوم عندي الروينه بقاو معايا، ما تمشيو فين تشوفوا هذا الفيديو، هذا فيه بزاف ديال النشاط والحيويه. الفيديو فيه ما يعجبكم ان شاء الله، وفيه بعض النصائح الاخوات اللي دائما تشكروني على النصائح ديالي. انا كنعطيكم نصائح اللي غادي تستافدوا منهم اكثر واكثر. بقاو معايا، ما تمشيو فين تشوفوا ان شاء الله المفاجات اللي غيكونوا في هذا الفيديو. شي روينه، لا اله الا الله محمد رسول الله. عرفتي الدار مقلوبه سواعل عليها. خرجت غير دقيقه خواتاتي نتسخر، والله الا لقيت الدار بحال ديال الهبوال. دابا غتشوفوا الحوايج والروينه الروينه الروينه، الكوزينه مرونه، كلشي ما عرفت انا منين غنبدا. بعدا وليت عا كنضر في بلاصتي. اما واحد لالاتي البيت اللي فيها الحوايج، لا اله الا الله محمد رسول الله. عرفتي انا هاد البيت هادي بعدا معقداني في حياتي، مع مقابله مع الباب. دابا انا كنخرج واللي شافها مع الباب كيكون محلول والدراري بسلامت، واخا كنجمع الدار كنخرج ونخلي الدراري في الدار، ماشي زعما بسلامتهم غادي يجمعوا لك الحاجه، ولا على الاقل يسدوا غير البيت روينتهم يسدوها حتى نجي لها. كيخليو لي الباب محلول. وشوفوا زعما شي عيالات كاينين والله العظيم. نهار اللي دابزت مع جارتي تعايرت معايا، حطتها ليا في الطبسيل، قالت لي سيري المعفونه. قلت لها لو كنت انا اللي غتقول لي انت معفونه، انا راه ولادي اللي معفونين اللي ما تيخليوش ليا النقا. اما النقا عندي عند من جا وجلس. النقا عندي عند من جا وجلس، والتاويل عندي عند من جا وجلس. وما نكذب، ماشي غنشكر راسي، التاويل بالمعنى الكلمه. المهم خواتاتي بلا ما نطول عليكم، هذا الموضوع ماشي ديال هذا سميتو ها العشاء ديالي. المهم الفيديو ديال الصباح راني درت فيه، ما بغيتش نكمل لكم الفيديو الصراحه حيت طويل. درت غير شويه منه وخليته. هذا راه العشاء ان شاء الله. هذا راه راجلي كان مسافر وجا مسكين. الصراحه كان في السفر، راكم عارفين الرجال ملي كيكونوا مسافرين تيبغيو حاجه ديال الدار، كيتوحشوا الماكله ديال الدار. وشوفوا الاختراع شنو بغى، وشوفوا شنو امر عليا نطيب ليه اليوم. واخا اختكم كما شفتوا في الفيديو في الاول، عرفتي الروينه والجره والتماره والويل والله الغدا ما تغديتوش ديك الساعات ملي كنت كنجمع. ورغم ذلك في الصراحه باغيين ندير ليه الرفيسه، قال لك المضهوصه ديالهم شحال هادي في الصراحه ما درتهاش. وجات وقت هاني في هذا البرد، هاني ضفت القياس ديال الدجاج ديجا مغسول ومسقطر. غادي نضيف العطريه ولا التوابل اللي فيهم الزنجبيل والخرقوم العلك اولا الكركم. الكركم على حسب الناس اللي ما كتفهمش اللهجه المغربيه ولا العربيه المغربيه. وعندي فيه شويه ديال الابزار، معلقه صغيره ديال راس الحانوت. غادي نضيفهم للدجاج ديالي. درت غير فخادو شويه اللي غادي يكفيني. المضغوصه ديالي اقتصاديه في صراحه، وغادي تعجبكم بهذه الطريقه. بقاو معايا ما تمشيو فين ان شاء الله. نتمنى هذا الفيديو يكون نصائح فيه ويكون من الاعجاب ديالكم حباباتي وصحاباتي العزازين عليا. اش غنقول لكم؟ اللي بغى يتفكر حبابو يقطع البصله، اللي مونتو بعيده عليه ولا توحش دارهم. شي وحده مسكينه مضيومه ما عمرها ما شافت دارهم على شحال وهي عند راجلها، تقطعي البصله وبقات تقول لهم ناري توحش توحش دارنا. الصراحه كتبكي والله، واخا كتبكي كتحيد الميكروب. المهم غادي ندير معكم واحد اللافته القصريه ديال مضهوصه غرباويه، مضهوصه غرباويه ديال واحد ديال سيدي قاسم من واحد مكناس. هذا وبعد نصائح بصراحه. المهم بحال دابا انا راجلي كما دائما كنقول لكم، ماشي كنحذر راجلي ولا كنحذر الرجال ولا تقولوا كنجي من جهه الرجال، لا بالعكس. انا راه كنشوف الناس، انا راه ما كنهضر حتى كنقرا مزيان الانسان كيفاش راه داير. كنشوف الناس العيالات اللي مساكن ما كيعرفوش يسيروا روسهم وما كيعرفوش يعيشوا الحياه في ديورهم، مساكن عام مدرمين وعندهم المشاكل قويه مع الراجل ومع الناس، ما تيعرفوش كيفاش يتسيفوا يتسيروا هكايا، كيفاش يسيروا الحياه ديالهم. المهم انا كنعطي نصائح وفي نفس الوقت كنوريكم الطريقه. المهم حباباتي بحال دابا راجلي قلت لكم، انا قلت ليه راني عييت ما قديش نطيب لك المدهوسه، قال لي لا بغيتها. واش انا غنرجع للور ونقول ليه لا وندير مثلا ليه البيض ومطيشه ولا ندير ليه الكفته والنوض؟ لا، خاصني ندير ليه ديك القصريه اللي تشهى. لانه الا تزقرمت معاها الا تزيرت معاها في هذه المره، مراه اخرى منين يسافر وعيجي عيدير حسابه في راسو، يقول هاد المراه هذه اللي كنجي وما كتهلاش فيا اش غندير بها؟ نمشي ناكل برا. ياكل برا غيضيع الفلوس كثيره. المهم انا كنهضر وكنوريكم مقادير. المهم هنا راه عندي ساشيه ديال العدس. هذه العدس كنشريوها من عند صحاب 5 دراهم، خديتيها لاله ب10 دراهم. كناخذ منها القياس الكميه اللي غنستعمل والشيء الاخر كيبقى.
العدس ضروري في المضغوصه كيجي فيها زوين. انا الحاجه وحده اللي ما كتعجبنيش وهي الحلبه، ما كنحمش ندير الحلبه مع المضغوصه، كاين اللي كيخلطها مع المرقه، انا ما كنخلطهاش، كنديرها بوحديتها. بالنسبه لهاد المضغوصه راه كدير فيها حبر شاد، حبر شاد ما لقيتوش للاسف، المهم ماشي مشكل، ماشي غير لما كان حبر شاد نقول ما غنديرش المضغوصه، غنديرها غير بالعدس وباللي كاين. القزبور احبابي راه تقاضى ليا، خصني تاني نمشي نتقدى. المهم القزبور بعدا هادي بعدا واحد النصيحه ليا العيالات، شوفوا القزبور انا كنرقدو في الماء هو الاول تقريبا واحد 6 دقائق ولا 5 دقائق على الاقل، هو والحلبة، رقدت الحلبة بوحديتها ورقدت هذا القزبور بوحدو. انا راه نصائح ماشي كنوريكم كيفاش طيبوا، كنعطيكم نصائح لانه كنشوف بعض الاخوات كيبقاو يديروا شي شغل وما تعرفوش اش كيديروا. بحال دابا القزبور غير كتغسلي الروبيني تحت الروبيني وكتقطعيه، لا راه عامر بالغيس. تصوروا معايا الغيس اللي علقه في ديك الطاسه دابا فاش مرقداه راه والله تتخلعوا. علاش انا كنرقدو؟ باش داك التراب كامل ينزل منه، لا هو ولا الحلبه. شوفوا الحلبه راه كانت مرقده من التراب وحيدت ليها التراب ديالها وعاودت رقدتها في الماء اخر، صافي غادي نشللها من داك الماء وغادي نردها. نتوما غادي نخوي لها داك الماء ديالها وغادي نردها الطبخ. هذا راه غسل حتى هي الاولى، حتى هي طلقات ليا التراب بزاف بزاف. المهم القزبور راه والله العظيم خواتاتي كنبقاو نغوتو بالكلا والحجره في النبوله، وهذا راه مشكل كبير. بحال هادشي هادو، بحال هاد الاشياء هادو هما اللي كيجعلونا في هاد الامراض. المهم خواتاتي ها العجينه ديالي شنو غنبغي فيها؟ نحتاج الدقيق العادي اولا القمح من الاحسن. الا كاين القمح انا ما متوفرش عندي حيت ما عنديش الزراع، كنشري غير الفرص العادي وصافي. وغادي ندير قليل من الملح وغنعجن العجينه ديالي عاديه بالماء البارد بدون خميره بدون حتى شي حاجه. غادي نعجن العجينه ديالي بحال شكل الخبز، ها هي بحال العجينه ديال البطبوط. صافي انا كنجمع وكان في نفس الوقت هذا كنقضي شغلي. المهم واحد المدغوصه اللي غادي تعجبكم بزاف، بقاو معايا ما تمشيو فين تشوفوا القصريه لالاتي، القصريه ديال المدغوصه اللي غتعجبكم بزاف بزاف. ما تنساوش اختكم بالبارطاج واللايك واشتراك في القناه وشي كومونتير بحال وجهكم الغزالات ديالي. كومونتير الصراحه كيفرحني، الهلا يخطيكم، هو اللي كيزيد يشجعني باش نزيد اكثر ونعطيكم نصائح اللي مجرباهم ومستافده منهم. هادشي اللي كتسالوني ما نبغي غير رحمه الوالدين، راه كاين ما يتعطى ان شاء الله. كنتمنىكم غير تشجعوني. المهم كنقطع الخبيز ديالي صغير كرونين. بالنسبه للغرباويه اللي كتفرج فيا راه غتقول لي تحياتي ليك من هذا المنبر غتقول لي تحياتي ليك اختي، جبتي الحداقه ديال سيدي قاسم. الصراحه والله الا توحشتها، بلاد راجلي هي سيدي قاسم. المهم تحياتي للناس سيدي قاسم وتحياتي للناس كاملين من طنجة القويره المغاربه كاملين اينما كنتم دوال المغرب كامل وخارج خارج المغرب. تحياتي لكم كاملين خوتي كاملين العزاز. المهم غادي نحاول نقطع هذا، نقطع البطبوط ديالي وغادي نحطو. ونتمنى ما نكونش عطيتكم الملل او لا درت لكم الملل ولا ثقلت لكم على قلبكم، راه حقاش انا راه كنطيب وكنهضر كنعطيكم نصائح اللي اكثر. كنقطع البطبوط ديالي عادي كما كتلاحظوا، وبقاو معايا باش تشوفوا طريقه الطياب ديالو كيفاش كنطيبوه، كيفاش غادي نستعملوا كيفاش غادي نديروا لها مدهوصه اللي هي غريبه وزوينه. وشنو اللي جعلني ندير هاد الطريقه ديال هاد المدوسه؟ حيت الناس اللي كاينين معايا هما انايا ما كيعرفوش لهاد الشيء هذا ديال النواحي ديال الغرب، لهذا بغيت نشاركها معاهم. الناس ديال الهواره هنايا بغيتهم يشوفوا الطريقه ويبقاو يديروا بحالها، راه كتجي زوينه بالنسبه حتى اللي جاو عندك الضياف، راه فنه بزاف. المهم خواتاتي من بعد ما ارتاح ليا العجينه ديالي ولا دوك البطبوطات ارتاحوا، حطيت المقله ديالي وبطاطا صغيره. وغادي نبدا نخبز خبيزات رقاقين. كنبقى نقرص مزيان غير بالدقيق ماشي الزيت، باش قلت لكم انا هاد المدهوصه راها غريبه واقتصاديه وغادي تعجبكم. وكتجي لذيذه في الصراحه. عرفتي واحد البنه فيها يا سلام مريقه راه طابت ليا. ما الصراحه ما بغيتش نطول الفيديو، ما راه درت القزبور من بعد ودرت الفلفله ودرت الثومه وهذا راس الحانوت ما عندي هذاك يا ربي. راس الحانوت كاين درتو، ما عنديش السمن الحار، ما عنديش السمن الحار وما عنديش حبرشة. درت غير الحلبه طيبتها بوحديتها في الكاسرونه والعدس نطيبته مع المرقه وصافي. ولكن والله العظيم الا كتجي واحد القصريه ما تشبعي منها. واش غنقول لكم؟ راجلي زعما الصراحه والله الا بعد نوبه كتقول لي امي راجلك اختي راه كيتوحم 100%. راجلك راه كيشبه المحمات، عرفتي بعد نوبه كيطيحوا عليه شي افكار
وتيجلس حتى كيعيا ويقول لك شي افكار ويقول لك شي طياب. الله يجعلها تكون 10 ديال الليل ولا 11، المهم تنوضي طيبيها ولاباس. والصراحه انا الحمد لله عندي واحد الطريق، واحد العزيمه في نفسي، ما كنعقلش. حتى انا كنقول بسم الله توكلنا على الله وكنخدم. تنقول الله يجعلك تقول يا دير البسطيله دابا نوجدها ما عنديش مشكل، خاصني غير نحط القوام ديالها والصراحه واخا غير داكشي اللي في الدار غادي نديباني، غير البسطيله خصك ضروري الورقه ديالها. اما بعض الاشياء بحال الحريره الحمراء، بحال المدهوسه، بحال الدجاج محمر، بحال شي حاجه هكايا كتجيني ساهله. كنقول له غير حط الفلوس وانا معاك. داكشي اللي غياكل به في الزنقه يعطيها ليا وانا نطيب ليه، ما عنديش مشكل. المهم هذه راه الهضره خليتها لواحد الاخت. واحد الاخت قالت لك راجلها كيخرج ياكل برا، بحال دابا كياخذ دجاجه محمره بشلايضها وكيجيها معرقها من الزنقه، وملي كتقولي جيت تغدى هي كتكون دايره مريقه ولا كتكون مخربقه شي حاجه حطاها، تتقول لي زيد تغدى كيقول لها لا. والله الا كتعاود ليا بحال هكا، كتقول لي زيد تغدى كيقول لها لا انا شبعان. فين تغديتي يا الراجل؟ تيقول لها كليت في السناك. كتقولي واش شتي مالك اخويا ملي غتاكل في السناك ما تجي للدار وتغدى معايا؟ كيقول واش انت مريضه انت دائما بقيتي عليا بمرقه، هذه زعلوكه، هذه عديسه، هذه اللوبيا، فين عمرك درتي لينا شي طياب عصري؟ وقلت لها انت راه عنده الحق، اللي انت غادي يمشي الراجل يتغدى لك ب 150 درهم او 100 درهم في الزنقه، علاش اختي انت اللي ما توقضي وتشمري على كتافك وطيبي له احسن طبله وتقادي لي طبيله وتطيبي له الحاجه اللي تشهاها، منها يحيد لك من الزنقه ومنها ما يخسرش الفلوس. قلت لها لا فطره ديالك اختي، والله لو كان انا مني دابا داك الراجل كون طيبت لي ديك الدجيجه حمرتها كيما بغاها، يا في الفران يا في الزيت يا في... الله يجعلها نشويها لي في المجبر. ماشي مشكل والله. انا بصراحه عندي الخاطر، والله عندي الخاطر ديال الطياب. الروينه لا، هي اللي ما عندهاش الخاطر ديالها كنشوف الماء المرونين ولا شي حاجه كيطلع ليا الخز كنبقى. حيت الروينه صعيبه، كنعرف نرون ما نجمع لا. المهم هذا ما جاتني الضحكه في هاد الخبيزات، حيت ولادي كنحط اللي حطيتها كياكلوها كيقول لي ماما هذاك الشيء فاش ضحكت، ماما هاد الخبزه ماما زوين، والله الا زوين احسن من هذاك اللي كدير لنا فيه الخميره. والله الا طيقوا بيا، عرفتي هاد الخبيزات هادو كيجيو بحال شكل ديال هادوك ديال الطاكوس. المهم خواتاتي ها هي الكوكوت ديالي من بعد ما طليت عليها لقيتها راه قربت توجد. الحار ما كنديروش دغيا في الاول حيت كنخاف يطيب ويطرطق ليا في سميتو. ها هي القصريه ديالي وجدات، قطعت ديك الخبيزات ديالي رقاق، هذه راه كنقولوا ليها المدهوسه السمكه بالنسبه للناس ديال الغرب، ديال سيدي قاسم معروفه بالمدهوسه السمكه، اولا الرفيسه السمكه العمياء. العمياء والسمكه ما كتسمع ما كتشوف. ولكن بنينه والله العظيم الا بنينه، ما نشهيكم فيها. المهم بعد ما طابت ليا مريقتي وطابت ليا مضيستي، هاني دابا كنسقي لكم القصريه وبالصحه والراحه. نتمنى خواتاتي تكونوا مستافدين معايا في هذا الفيديو هذا. الحلبه كما قلت لكم راه عزلتها بوحدها، راني ما طيبتهاش مع المرقه حيت كاينين الولاد ولادي ما كيبغيوش. ولادي اللي يسمع ولادي غايقول الحفايد، زعما وليداتي ما كيبغيوش ليا الحلبه فهذا مخلطه. المهم خواتاتي ها القصريه ديالي اقتصاديه وفي نفس الوقت بنينه. نوضي شمري على دراعك ديري ليا شي قصريه وبردي قلبك في هذا البرد وحيدي البروده وحيدي العجز. بالصحه والراحه خواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرين جداد. مع السلامه، ما تنساونيش بالبارطاج واشتراك.